اهلا بيكم في قناتي اكله جميله. فيديو النهارده هنعمل فيه الرز المعمر الفلاحي، وهنشوف مع بعض كل خطوات الرز من بدايه معيار الصينيه او الطاجن المظبوطه لغايه التسويه الكامله. بس يا ريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه، ونبدأ ونسمي الله. وأول حاجة هنحتاجها معانا الطاجن أو الصينية اللي هنعمل فيها الرز. انا هعمله في الطاجن لانه الحقيقة بيدي للرز ريحة وطعم حلوين قوي. تاني حاجة بيسرع فيها عملية التسوية بتاعته، وينفع طبعا تعمليه في اي صينية ألمونيا او اي بايركس عندك. نيجي بقى لمعيار الرز، هقولكوا على طريقة سهلة جدا تعايروا بيها. بنعاير الرز قبل ما نغسله، بنحط نص الطاجن رز وبنسويه كويس، وبعد كده بنقيس بصباعنا 2 عقلة صباع يكونوا فاضيين في قلب الطاجن، وانتي بتقيسي المسافة بتاعة الرز. لو حسيت ان الرز زايد معاكي شوية بتشيلي منه، ولو ناقص بتزوديه شوية من الرز. اهم حاجة ان انتي تسيبي في الطاجن 2 عقلة صباع يكونوا فاضيين، علشان هنزودهم لبن ومية. بعد كده هنغسل الرز كويس ونصفيه ونزوده معلقتين 2 كبار من الزبدة. فايدة الزبدة ان هي بتساعد الوش بتاع الرز ان هو ياخد لون حلو. وهزوده كمان معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وينفع تستبدليها بأي سمنة عندك. وفايدة السمنة اللي احنا بنضيفها بتدي للرز طعم وريحة ولمعة حلوة قوي، وخاصة لو كانت سمنة بلدي. وهزود كمان نص معلقة كبيرة من الملح، ونقلب كويس قوي الرز مع الزبدة والسمنة علشان يطلع معانا بعد التسوية مفلفل وما يكونش معجن. بعد كده هزوده كمان معلقة كبيرة من القشطة، ونرجع نقلبه تاني كويس قوي. وبعد كده هنزود بقية الطاجن لبن، ويفضل ان اللبن يكون مغلي علشان الرز يغلي معاكي على طول، وينفع تستخدميه ساقع اذا حابة. بس مش هنزود الطاجن كله باللبن، هنزود كوباية من المية علشان الرز يستوي معانا كويس. شايفين المسافة اللي كنا سايبينها في الطاجن فاضية؟ بنكملها باللبن وكوباية من المية، وبنقلب كويس قوي الرز واللبن والمية وبقية المكونات مع بعض كويس قوي. ودلوقتي الرز جاهز ان هو يدخل معانا الفرن. بنشيل الطاجن بالراحة علشان الوش بتاعه، وبندخله الفرن. بندخله فرن يكون سخن، ولو انتي هتعمليه في فرن الغاز تبقى النار من تحت عندك فوق المتوسط شوية، والنار من فوق بتكون متوسطة زي ما انتوا شايفين كده. وبسيب الرز لغاية ما ياخد اللون من فوق، وبعد كده بطفي عليه النار من فوق، وهستنى عليه لغاية ما يشرب كل كمية السوائل. وبعد كده هقولكوا على خطوة حلوة قوي هتفرق معاكوا في طعم الرز وفي التسوية بتاعته. وهقولك ازاي لو انت حابة تسوي الرز بتاعك في فرن البوتاجاز. بتشغلي الفرن بتاعك يسخن كويس جدا على اعلى درجة حرارة، لان النار بتاعته بتبقى اوطى كتير من الفرن ده. بعد كده بتدخلي الرز في الرف اللي تحت، مشغلة الفرن من تحت ومن فوق لغاية ما الرز ياخد اللون من فوق، وبتدفع عليه من فوق وبتسيبيه من تحت لغاية ما يشرب كل كمية السوائل. هنا بقى الرز كان اخد لون حلو قوي من فوق، وشرب كل كمية اللبن والمية اللي كنا حاطينها. بعد كده خرجته من الفرن. والخطوة دي مهمة جدا، يمكن ناس كتير ما تعرفهاش. بعد ما الرز بيشرب اللبن بنشوف تسوية الرز عاملة ايه معانا. والخطوات دي مهمة جدا لو انت اول مرة تعملي رز معمر. بظهر المعلقة كده وبننزلها في الرز، وبنطلع حبايتين من الرز وبندوق الرز بنشوف تسويته عاملة ايه معانا. لو الرز مستوي معاكي تمام بندخله الفرن وبنسيبه لمدة 10 دقايق، وهقولك دلوقتي ليه. لكن لو حسيت ان الرز لسه جامد معاكي شوية هتزوديه معلقة او 2 من المية، وترجعيه الفرن تاني لمدة ربع ساعة على نار تكون هادية علشان يستوي معاكي كويس جدا. انا الرز كان مستوي معايا كويس قوي. هزوده معلقتين كبار من القشطة، اي قشطة عندك حتى لو كانت وش اللبن، او ممكن تحطي زبدة او سمنة بلدي زي ما انت عايزة. وبعد كده هندخله الفرن لمدة 10 دقايق. الخطوة دي بتفرق جدا في طعم الرز وفي التسوية بتاعته، بتديله تسوية ممتازة جدا. بس النار بتكون واطية عندك خالص، وبنسيب الرز لمدة 10 دقايق علشان القشطة تسيح عليه وتديله طعم حلو. وكمان بعد التسوية دي بتلاقي الرز بتاعك ملأ الطاجن، شكله بيكون حلو جدا، والتسوية بتاعته بتكون مظبوطة قوي.
يعني زي اي رز عادي بنعمله، بعد ما بيغلي بنوطي عليه وبنسيبه لغاية ما يتشمع. انا عارفة ان في ناس كتير بتسويه على مرحلة واحدة بس ما بتدخلوش تاني الفرن، لكن جربوه بنفس الطريقة دي وبنفس التسوية، بجد هيعجبكم قوي. وده كده شكله بعد ما استوى والقشطة ساحت عليه، مش قادرة اقولكوا قد ايه ريحته طالعة حلوة قوي. اتمنى ان انتوا تجربوه بنفس الطريقة، ان شاء الله يعجبكم. ودلوقتي هنطلع منه شوية علشان نشوف شكله من جوه والتسوية بتاعته. مستوي كويس واللمعة بتاعته حلوة قوي رغم ان احنا ما حطيناش فيه زيت. وشايفين هو قد ايه مفلفل ما شاء الله عليه، ريحته وطعمه في منتهى الجمال. قدمي معاه اي طاجن خضار انت حباه، وخاصة لو كانت بطاطس او بسلة بيكون طعمها حلو قوي، او لحمة بالبصل او فراخ زي ما انت حابة. في جميع الاحوال الرز بيكون طعمه حلو، فاي حاجة تحطيها معاه هيكون طعمها حلو جدا. وبس كده نكون خلصنا فيديو النهاردة. ياريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعارات بكل وصفاتي الجديدة.